نحكيو على ثلاثة أصحاب. هذه وقعت في الزمان المتقدم، الله والرسول أعلم، في زمان العبابسة في بغداد، في زمان المامون. ثلاثة أصحاب كيف ما يقولوا الروح خرجت من الروح، متعاشرين من الوقت اللي هما في الكتاب، اقراوا حفظوا ختموا، كبروا حظوا الزواج، كل واحد بو خذا له امرأة، وقعدوا كل حد على نفسه، بعدوا على بعضهم كيف في كل وقت، اصغار في المكتب ولا في الكتاب، ومنها يكبروا كل واحد يشب جهه، ساعة يتقابلوا، اما قليل كل واحد لاهي في اموره، اما محبتهم في بعضهم كيف ما كانوا في حالة الصغر، لا تبدلت لا تغيرت. عام من الاعوام كيف هالايام قرب العيد الكبير، واحد منهم اموره مش ماشيه مليح ومتضايق، خمم قاس هز حتى ضرب خماسه في ازداسه، ما عندوش باش يشري كبش لاولاده. النهار يخمم، الليل يخمم، حتى قرب العيد. المراه قالت له يا سيدي يا اخي شخرتك، عامل قلوب سارحه ولا شنو؟ لاباس قال له. قالت له ما تعرفش اللي العيد قرب وسكان الحومه هم بداو يشوفوا لك باشا. قال لها الله غالب يا بنت الناس ما عنديش. هي قالت له انا وانت ما نسالوش، اما هاك الوليدات قاعدين يسمعوا في التبعبيع بتاع الكباش، وكل نهار ولد من الجيران يقول لهم هاو بابا شانا كبش، ومشاو تفرجوا في كبش دار فلان وكدار فلان، وليدات الناس الكل فرحانين وهم يقعدوا يذبلوا في عينيهم. يا اخي هذا يرضيك من دون الناس الكل؟ ايش يحسوا مسكنات وابوهم على رؤوسهم؟ قال لها لكن متضايق ما عنديش ايش نعمل، خاطر دبر. وما اسهلها عند النساء هذه كلمه دبر، ماك راجل، والمرأة والطفل الصغير يحسبان رجل على كل شيء قدير. وكلمة ما نجمش ولا ما عنديش ما يفهموهاش وما يستعرفوش بها. قعد يخمم مشى كتب تذكرة ابعثها لواحد من اصحابه، قال له راني اثناء متضايق، وسع عليا باللي تقدر الاخرى باش نشري كبش للاولاد في العيد. من غدوة في الصباح هو مازال في الدار، وجا شكون دق باب الدار، جاب كيس فيه 1000 درهم من عند صاحبه. افرح بيه فرحة المرأة، هيا قال نمشي نشري بعيلش، ورمى هاك الكيس في مكتوبه وخرج. هو مازال في الزنقة ماشي للرحبة، وعرضوا ولد صاحبه الثالث جايو مدلو تذكرة من عند بوه، يقول له راني متضايق في هالعيد تنجمش توسع عليا. شنو قال هالبزرة هذه؟ خمم هز حط، ومنها جبد الكيس من مكتوبه كيف الناس الملاح، ومد الولد قال له خذ هز هذا البوق وسلم عليه. الواحد هو ماشي للرحبة، الفلوس الكل عطاها وما عندوش باش يشري الكبش، دور دخل الجامع قعد يخمم مش يعمل ايش باش يقول الكيس طاح له في مكتوبه ولا سقطوا عليه. اي ما تصدقوش. اي على كل حال ما يقولوا اذا الكذب ينجي الصدق انجى وانجى. وعلى كل حال قالت يا اخي ايش بتعمل لي؟ قام روح للدار، جاي يدز في ركايبه، دخل المراه تخزر اللي وراه ثماشي كبش ولا حاجه، حتى قطوس ما ثماش. تي وين؟ وقالت له، حكى لها القصه، قال لها ولد فلان عرضني
وجايب لي جواب من عند بوه وسخفني العزائي. اعطيته الكيس وقلت له برا هزوا البوك. يسخنها مش تغشش وتقيم القيامة، لكن هي ترمات على يد وبستها وقالت له ماكن ولد أصل والذهب يرق وما يتقطعش، وهنيا ليا اللي خذيتك وحزتك. وكيف فرهدت على صاحبك، على كل حال احنا ما نسالوش، واللي عملت مبروك وندبر كيفاش نعمل الاولاد. من غدويك هو خارج في الصباح من الدار وصاحبه جاي الاولاني هاك اللي يبعث له الكيس. صباح الخير، نهارك سعيد، شنو احوالك، كيف انك؟ وجبد له الكيس ما تحلش بالكل بالطابع الشمع نتاعو. قال له اصدقني، انت طلبت مني باش نوسع عليك. ما هو؟ قال نعم. وبعثت لك هذا، ايه ايش عملت بيه؟ قال له فلان صاحبنا بعث لي، قال لي راهو متضايق وجيت تعطيني بعض الحاجه بعثته له. ووقت اللي حكيت للمراه قالت لي ما عملت الا المليح. قال له ما تعرفش كيفاش. وقت اللي بعثت لي انت انا ما نكسب الا هاك الكيس هذاك، قلت صاحبي محتاج اكثر مني ياخذه هو افضل وبعثته لك، لكن ما قعد لي شيء باش نعمل عيدي انا. ايش نعمل بعثت لصاحبنا الثالث، واذا به بعث لي هالكيس نتاعي هذا اللي بعثته لك انا. والحمد لله على اخوتنا الصادقه، وبما ان الثلاثه محتاجين هات مالا نتقاسموه. هما معهم 1100 درهم، هذم كالزوجتك اللي كبرت قلبها، وكل حد مشى على نفسه. لكن في نهاره بلغ الخبر الامير المؤمنين المامون، بعث الواحد منهم قال له كيفاش تحكي لي شنو النازله هذه الكيس؟ حكى له النازله من اولها لاخرها. اشكون هم اصحابك؟ قال له فلان وفلان. بعث جابهم وقال لهم العيد هذا اضحيتكم راهي من عندي، وانتوما اخذيتوا كل واحد 300 درهم والمراه 100 قايد جبيره. نعم سيدي. قال ادفع لهم كل واحد 3000 دينار والمراه 1000 دينار. ونحمد ربي اللي في بلادي ثم امثله كيف هذه من الصداقه والاخوه والاخلاص. كيدنا الليلة وفات، وعلى خير ما تنساوش باش تعملوا الاشتراك في القناة، وشكرا.